اولا اللي كنبغي نشكر اولا هو جمعيه اتحاد النساء اللي تاحوا للطلبه الدورات التكوينيه كحمله تحسيسيه كيعرفوهم بقانون مدونه الاسره والتغييرات والتعديلات اللي طرات عليها منذ 1957 الى حد الان. اذا كنعرفوا بان مدونه الاسره كانت خصوصا المراه، وبما ان المراه هي اساس الاسره والاسره هي ايضا اساس المجتمع، اذا ضروري ما كيخص يكون تعديلات، وهذه التعديلات كتطور حسب تطور المجتمع. وكنشكر ايضا لايسف المحامون بلا حدود، لان هما اللي دعموا هذه الجمعيه ديال اتحاد النساء في الدورات التكوينيه، وقمنا لحد الان باربعه ديال الحصص في الدورات التكوينيه، وكانوا اساتذه قانونيين منهم دكتور استاذ أنير أستاذ حقوق الإنسان بمسنانة بجامعة كلية مسنانة، وأيضا كانت أستاذة المحامية أستاذة الشنتوف، وكان أستاذ رئيس قسم قضاء الأسرة الزردة، وكان أيضا كانت أستاذة سعاد موظفة بمجلس حقوق الإنسان بالمغرب. إذا كنتجه بالشكر لهم جزيلا، لأن بالفعل كانت هذه الدورات قيمة، عرفنا المستجدات ديال قانون الاسره، وان هذه الجمعيه اتحاد النساء كتناضل من اجل حقوق المراه ومن اجل عدم التمييز اللي كتعيشوا وعدم الانصاف اللي كتعيشوا المراه، الى نهضنا بها دونك راه بالفعل غادي تكون، بما انها اساس الاسره واساس المجتمع، اذا في المجتمع غادي يكون ان شاء الله باذن الله خالي من العنصر، من التمييز من التمييز. وبما ان الملك ديالنا الله ينصرو جانا في الدستور 2011 كينص بالعداله وعدم التمييز ما بين المراه وما بين الرجل، والتوصيات اللي ديال القوانين الدوليه اللي المغرب توقع عليها وحقوق الانسان، اذا خاصنا ننهضوا بهذا عدم التمييز وعدم العدل. Je suis étudiant de la faculté de sciences juridiques. On est là pour aujourd'hui, le 17 samedi, pour une formation concernant les codes des familles marocaines, réalisée pour l'Association des avocats sans frontières. On a parlé concernant les codes des familles marocaines, comment ça fonctionne. Ça, et les dates avant de légalisation des codes de famille, avant, on fait une comparaison avant les 2004 et après les 2004. Et on a aussi parlé des codes de famille d'articles 49 et comment on partage les biens, on partageait biens entre les femmes et entre mariés après la divorce et avant le divorce. Et les juges vont juger les cas selon les biens obtenus pendant les moments du mariage. في اطار الانشطه اللي كتقوم بها جمعيه اتحاد العمل النسائي تحت مشروع جامع المتحدات والمتحدون من اجل مكافحه العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، بشراكه مع مجموعه من الفعاليات والمؤسسات، من بينها كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بطنجه، في اطار مشروع العياده القانونيه والدوره التكوينيه اللي كتقوم بها. قدمت لنا هذه الجمعيه هذه واحد الدوره تكوينيه اللي متميزه صراحه. لحد الان وصلت لاربعه ديال الحصص بوجود واحد الاساتذه ذو خبره وذو كفاءه عاليه. استفدنا منها صراحه بالنسبه لمجموعه من المعطيات ومجموعه من المعلومات بخصوص حقوق الانسان، المواثيق الدوليه اللي كتنص عليها، بالنسبه للمدونه الاسره، المستجدات اللي جات بها المدونه ديال 57 وديال 93 وديال 2004، بالنسبه للمحكمه الابتدائيه والتنظيم والهيكله ديالها، التنظيم ديال الهيكله ديال القسم ديال قضاء الاسره داخل المحكمه الابتدائيه. يعني مجموعه من المستجدات ومجموعه من المعلومات اللي كانت صراحه قيمه، استفدنا منها احنا كطلبه ومجموعه من الاشخاص الاخرين، سواء رؤساء الجمعيات او منخرطين بعض الجمعيات الاخرى اللي كانت كيحضروا معنا، بالاضافه الى
وجود ديال بعض الاشخاص ولا بعض الطلبه الاجانب اللي هما كيستافدوا صراحه، سواء باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه. كان واحد المعلومات اللي قيمه اللي كتعاون الطلبه او الباحثين في هذا المجال ديال مكافحه العنف ضد النساء والتمييز المبني على النوع، انهم يتجاوزوا هذا العنف ضد النساء. بالاضافه الى ان هذه الدورات التكوينيه كتساعدنا حنا كطلبه ولا كشباب اننا نتعرفوا على مجموعه من المعطيات اللي في هذا المجال هذا او مجالات متعدده، وكتفتح لنا المجال اننا نخرطوا او في ظل هذه الجمعيات هذه، او نتعرفوا على بعض الاشخاص اللي يفيدونا في هذا المجال هذا، ونعرفوا بعض الصعوبات او بعض الاشياء اللي كتواجه المراه بصفه عامه، من اجل اعطاء بعض الحلول للقضاء على هذا العنف ضد المراه بصفه عامه، ولا القضاء على هذا التمييز ما بين المراه والرجل في اطار النص، او في اطار تكون واحد المساواه ما بين الجنسين سواء الرجل او المراه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.